سارة تعال، نعم. ايش حابة اليوم تاكلي؟ اليوم اتحداك تسوي لي مندي. تتحديني؟ ايه. اوكي. تعرفين نسوي مندي؟ مو مندي. تعالوا يلا خلينا نسوي مندي يلا. يعني ما شاء الله جبال هشام يطبخ اليوم. معناتها من هشام يدخل بالمطبخ صار لازم ننظف. يعني الحمد لله يطبخ. بس الهوسة الحمد لله انه عندي مرة مثلك تنظف. الهوسة اللي يصير بالمطبخ. هسه شنو جاي تشكيلهم لو جاي تمدحين انه راح اطبخ لو شنو؟ يلا حبيبي عاشت ايدك قبل اول ما تبلشين نقول لك عاشت ايدك. يلا حبيبي. يعني بس شغله، تعرفين كل شيء ايش قد احب انا الدجاج. ايه. وجبتي هذا هيك صغيرونه. لا، ما قدرتي تجيبين واحده كبيره حبيبي يعني. والله لو جايب كبيرة راح يزود وراح ما تاكلينه. لا بالعكس أعرفك. انا اخلصك بس يلا اوكي عادي. حبايب، نغسل الدجاج زين بالليمون بالماي. والملح. ليمون. اول شيء مال الماعين شجابر زين، وننشفها ونحطها على صفحة. هسه خلينا نسوي البهارات وبعدين نحطها فوق الدجاج. اولا نبدي بالبهارات. هذا شنو؟ هذا بهارات مندي. زين، اكو نوعين بهارات راح نحطهن للمندي، بهارات مطحونة وبهارات صحيحة. يعني حب. صحيحة شنو يعني صحيحة؟ يعني حب، يعني هذيك كلها غلط. ايه. هذا الصحيح. بابريكا. احمر. بابريكا. وين اكو بابريكا مو احمر؟ هو البابريكا. هاي هذا شنو هو؟ فلفل اسود. خاف يكون فلفل احمر كمان حبيبي. وهذا كزبرة للنكهة، شوية كزبرة. خلاص. خوش كزبرة مو شوية. واكيد ما ننسى الكاري. ونحط فوق المكونات كلها زيت زيتون. راح توقع سارة ويلا خبطيهن. راح يطلع احلى. يعني اذا هيك تخبطيهن باكر الصبح نخلص. حبيبي راح يطلع احلى بهارات لان زيت زيتون اصلي 100% جاب من ناحية. والله. حبايب ونحط شوية على الدجاجة كاتشب ومايونيز. لا كاتشب ومعجون. واكيد يعني ما ننسى الصبغ. هذا الصبغ هم يعني نحطه، صبغ يعطيها لون وكلش حلو. والزعفران اهم شيء، يعطيها نكهة ولون وكل شيء يعطيها. الزعفران لا تنسوه الاصلي. يصير اخليه بالشعري، اصبغ شعري كمان. بعد ما سوينا لها مساج بس اشتم الريحة هسه حاليا قبل لا نسوي كل شيء. ومتت من جو. زين، بس شوفوا اللون. هسه بعد شوية راح ارتب لكم اياها. بس شنو سوي لها مساج يعني. يعني امنيتك هسه تكون مكان الدجاجة مو؟ والله سووا لها مساج ايش قد ما تقدرون. نخليها فد ربع ساعة او نص ساعة زين على جنب لحد ما تتخمر اكثر ويصير الطعم او يتغلغل البهارات بداخل الدجاج. اكيد البهارات الصحيحة. السلام عليكم، شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ ما خلينا نصور. هيل، قرنفل، قرفة، الدارسين يعني، والورق الغار. اوكي هذين ينحطن. هذين الصحيحات. منو يغار هذا الورقة؟ الورق الغار؟ ايه يغار من جمالك يا عمري. بابا ايش سويت هنا؟ انت ايش تسوي هنا؟ يريد يشوف. شو يريد يشوف؟ يريد يسوي هوسة، ما يريد غير شيء. يلا باي. ذكرني بالشغلة من زوجت بالبداية ويا هشام يعني كان يطبخ. وهات الزعفران شو اسمه؟ الزعفران. وشنو سويت انا؟ لقيته ما عرفت هاي. وبوربا جايبي لي الزعفران، يعني الزعفران الاصلي كان بوقتها وادور عليه ما لقيت. قامت العينتين سوت ذبته. الف مرة اقول لك لا تحطين الغراض باي مكان. اهتمي. الزعفران وين احطه يعني؟ محفظتي. يعني نحط الزيت، نحط الزيت شوية كمية. شوية هذا. ونحط البهارات الصحيحة حبايبي مو الغلط. تمام. ونقطع البصل صغار ناعم يعني. دير بالك ايدك. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اعطيش طريقة احلى على مود ما ينزل الزيت ويعذيكم وكذا. باوي هيك تنزليه من هنا.
شلون هاي الطريقة؟ بس شوفوا احنا الشباب نعرفها أكثر من عندكم. لا انتم تخافون من زيت، أنا ما أخاف من زيت مثلا، أحط زيت عادي. بس شنو رأيك بهاي المعلومة؟ وين تعلمتي هذيك الكلوة؟ بعد ما نقعنا الرز ونشفناه نحطه بالطنجرة. طنجرة تسميها الجدرية. جدرية. يلا احترق البصل. عشت يادك. عشت يادي منو؟ ايدك. ايدك. الاثنين. بعد ما حمسنا ويا البصل والتمان نحط مي ونطفي النار. هسه لان نحط لازم سيليفون فوقها ونحطه بالفرن. خلاص. مو بكيفك، انا الطباخ مو انت الطباخة. لا مو بكيفك. اسف، اعتذر منك. اخاف راح تقولون نسينا الملح، ما نسينا بس ما لا جاي احط انا. طبعا هنا حطينا السيليفون راح نشكشكه. هلا وبعدين فوقها راح نخلي الدجاجة، وبعدين على مود ينزل السوب مال الدجاجة على التمن. بعد ما حطينا السيليفون نحط الدجاج فوق السيليفون المزرف ونحط ورق الزبدة ووراها سيليفون. وهسه هون صار عندنا الدجاجة، راح نحطها بالفرن. ايش قد درجة حبيبي؟ 230. صار لي ساعة اعلمك عليها وبالاخير تسألي. ولا ايش قد؟ الفوق والجوا 230. وايش قد راح نخليها؟ ساعتين. خلوها ساعتين بالفرن. يلا بسم الله. هسه وين وصلنا هشام؟ خلصنا كل شيء، بس نحط الفحم ونحط زيت الزيتون. زين. عندك هنا قلب الكاميرا على مود يشوفون. تمام. طبعا هنا نحط زيت الزيتون شوية. ونحط الكبك. هنا هسه جيبي لي الوصلة اللي قلت لك عليها. هسه جيب على مود نحطه بشكير فوقها لمود عافية خاولي بشكير كل شيء كان. يلا جيبي. هسه ما بقى بس يتأذن ونجرب المندي. يأذن ونجرب المندي ان شاء الله. المندي ان شاء الله. ان شاء الله وانا مسوس متأكدة كل شيء اللي هشام يسوي يطلع جدا طيبة. ما اقدر اقول مو طيب لان بعد يبطل وما يسوي هيجي. وعلى عمود ناكل المندي طبعا سوينا الدقوس. دقوس مو دقوس. دقوس. مكونات الدقوس: فلفل اخضر، ثوم، كزبرة، وشوية رشة كمون، رشة ملح، ليمون شوية، ونضربها كلها بخلاط فيطلع لنا الدقوس. اكيد المندي ما يحلى اذا مو الدقوس. ايش تم العطر؟ شنو رايك؟ جوان مندي العالم. شنو رايكم بلونه؟ خلينا نشوف. بالله شوفي انت هيجي. شوفي يسا. لا الله بالهش. فنان غير انت فنان. الف صحة وهنا. بعد الصبح خليه يصيح الله اكبر. المرة الجاية راح اخليك تسوين الديك مو دجاجة، هذيك الكبير الديك والله العظيم. بنشوف اللون، شوف الحركات. سهمكم العافية حبايبي. مندي دجاج.